السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح معاكم مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد نصوص النص الشعري بعنوان العلم والعمل. قبل ما نبدأ النص ياريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. هنقرأ مع بعض النص الشعري العلم والعمل. آفة العالم ألا يعمل، وشقى الجاهل ألا يسأل. إنما العلم كمثل المال، لا تنفع الأموال حتى تبذل. ولكل الناس فقر شامل، والغني فقره أن يبخل. وأخو العلم كرب المال، لا يستزيد المال حتى يعمل. وإذا لم يكن إلا علمه، كانت الأوراق منه أفضل. خاب من قال ولم يفعل، فما يفلح القائل حتى يفعل. آفة العالم ألا يعمل، وشقى الجاهل ألا يسأل. إنما العلم كمثل المال، لا تنفع الأموال حتى تبذل. آفة العالم ألا يعمل، وشقى الجاهل ألا يسأل. إنما العلم كمثل المال، لا تنفع الأموال حتى تبذل. ولكل الناس فقر شامل، والغني فقره أن يبخل. وأخو العلم كرب المال، لا يستزيد المال حتى يعمل. وإذا لم يكن إلا علمه، كانت الأوراق منه أفضلا. خاب من قال ومن لم يفعل، فما يفلح القائل حتى يفعل. تعالوا نشوف مع بعض كده التعريف بالشعر. التعريف بالشاعر مصطفى صادق الرافعي، ولد في الأول من يناير عام 1880 بقرية بهتيم محافظة القليوبية بمصر. أصيب بالصمم في ريعان شبابه. لم يتجاوز في التعليم النظامي شهادة الابتدائية من مدرسة المنصورة لإصابته بالصمم. كان أبوه قاضيا شرعيا ورئيسا لكثير من محاكم مصر. تعلم شيئا من الدين وحفظ أجزاء من القرآن الكريم. كان واسع الطموح عظيم الهمة، فاندفع يقرأ في كتب التراث الأدبي والديني حتى أصبح من أفضل أدباء مصر. كاتب النص هو الشاعر مصطفى صادق الرافعي، فلازم نحفظ اسمه كويس ولازم نحفظ الجنسية بتاعته. هو مولود في مصر، يبقى هو مصري الجنسية. يبقى اللي مطلوب منك في بالنسبة للنص ان انت هتحفظ النص وتحفظ اسم الشاعر مصطفى صادق الرافعي مصري. نشوف مع بعض مفردات النص الشعري كلمة ومعناها. معنى كلمة آفة يعني كل ما يصيب الشيء
فيفسده، يعني المقصود كلمة داء، مرض، عيب. تنفع معناها تفيد، تبذل يعني تقدم وتعطي. شقاء يعني عسر وتعب وشدة. شامل يعني عام. ورب بمعنى كلمة صالح، قصدي صاحب ومالك. وأخو العلم اللي هو صاحب العلم. ومعنى كلمة يستزيد يطلب زيادة. ويكن مع أصلها كانت يكن. وخاب معناه فشل وأخفق وخسر. ومعنى كلمة أفضل أحسن. ومعنى يفلح يفوز ويصفر. تعالوا نشوف كده المضاد. الكلمة ومضادها. عندك مضاد آفة، تعافي أو برء. مضاد العالم الجاهل. مضاد الشقاء السعادة والفرج. مضاد يسأل يجيب. مضاد تنفع تضر. مضاد تبذل تمسك ويبخل بها. مضاد فقر غنى. مضاد شامل خاص وجزئي. مضاد يبخل يكرم. مضاد راب عكسها عبد. مضاد يستزيد ينقص. مضاد أفضل أسوأ. مضاد قال سكت وينفع نقول صمت. ومضاد يفلح يخسر ويخفق. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. تعالوا بقى نشوف مع بعض شرح الأبيات. البيت الأول بيقول إيه؟ آفة العالم ألا يعمل، وشقى الجاهل ألا يسأل. بمعنى إن ما ينفعش العلم من غير عمل. أنت بتتعلم ليه؟ مش عشان تشتغل؟ يبقى ما ينفعش العلم من غير عمل. والعالم المرض بتاعه إن هو عدم الانتفاع بعلمه. أي عالم ما بينفعش الناس بعلمه يبقى ده عنده مرض. زي الجاهل، هيفضل طول عمره جاهل فيظل في شقاء ما دام لم يسأل عن العلم النافع. البيت الثاني: إنما العلم كمثل المال لا تنفع الأموال حتى تبذل. بمعنى إن العلم زي المال، ملهاش قيمة إذا لم تنفق ونصرفها. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه كالغني الذي يملك مال وما يعرفش يصرفه. البيت الثالث بيقول: ولكل الناس فقر شامل، والغني فقره أن يبخل. بمعنى إن كل الناس الفقر واقع عند كل الناس جميعا، فهم يطلبون المال والصحة وغير ذلك. أما الغني عنده فقر إمتى؟ لما يكون بخيل بماله. البيت الرابع: وأخو العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل. معناها أن صاحب العلم بيشبه صاحب المال. صاحب العلم وصاحب المال إخوات شبه بعض، فالمال ما بيزيدش لوحده، وإنما لابد إن احنا نستثمر هذا المال في الأعمال والمشروعات حتى يزيد. وكذلك العلم بردك لا ينفع أو يزيد إلا بالعمل به. البيت الخامس: وإذا لم يكن إلا علمه كانت الأوراق منه أفضل. بمعنى إن الأوراق المدون عليها العلم أفضل بكتير من العالم الذي يكتفي بعلمه وما بيعلمش بيه حد. البيت السادس: خاب من قال ولم يفعل فما يفلح القائل حتى يفعله. يعني ما فيش فايدة لقول من غير فعل، وليخسر من خالف قوله فعله. فإن نجاح القائل إن هو لازم ينفذ أقواله، يعني تعمل اللي انت قلته، ما ترجعش في كلامك تاني، الحاجة اللي تقول عليها تنفذها. آفة العالم ألا يعمل، وشقى الجاهل ألا يسأل. إنما العلم كمثل المال لا تنفع الأموال حتى تبذل. ولكل الناس فقر شامل، والغني فقره أن يبخل. وأخو العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل. وإذا لم يكن إلا علمه كانت الأوراق منه أفضلا. خاب من قال ومن لم يفعل فما يفلح القائل
حتى يفعلا، يفلح القائل حتى يفعلا. نروح لمواطن الجمال في النشيد. من مواطن الجمال في النشيد: آفة العالم ألا يعمل، تعبير مجازي فيه تشبيه عدم عمل العالم بالداء أو المرض. إنما العلم، أسلوب مؤكد بإنما. العلم كمثل المال، تشبيه العلم بالمال في عدم نفعه إذ لم ينفع الآخرين. لا تنفع الأموال حتى تبذل، أسلوب نفي يوضح أهمية إنفاق المال على المحتاجين. والغني فكره أن يبخل، تحذير من البخل، لأنه يجعل الغني البخيل يعيش حياة الفقراء. كلمة العالم والجاهل وكلمة خاب ويفلح تضاد يوضح المعنى ويبرزه. كلمات آفة والأوراق منه أفضل وخاب من قال، كلمات وتعبيرات تحذر من العلم بلا عمل. يلا بينا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. اختر الإجابة الصحيحة. الفكرة الرئيسية في الأبيات هي نقط، هنختار العمل ثمرة العلم. 2. شبه الشاعر العلم بالمال في أنه نقط، هنختار يزيد بالعمل. 3. يرى الشاعر أن نقط أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه، هنختار يرى الشاعر أن الأوراق أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه. 4. الخسارة نتيجة مؤكدة لمن نقط، هنختار لمن يقول ما لا يفعل. نشاط جيم، هنحط علامة صح وعلامة خطأ. 1. العمل بيوفر للإنسان حياة كريمة ويبعد عنه الفقر، العبارة صحيحة. بالعلم والعمل تتقدم الشعوب وترقى الأمم، العبارة صحيحة. مدح الشاعر الغني البخيل، العبارة خاطئة. لا تنفع الأموال إلا بالبذل والعطاء، العبارة صحيحة. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، العبارة صحيحة. نشاط رقم د، اكتب البيت الذي فهمت منه كل معنى مما يأتي كالمثال. أول واحدة: مذلة الخسران تلحق من ملأ الأسماع بما لم يفعل، يبقى البيت الدل على هذا المعنى: خاب من قال ولم يفعل فما يفلح القائل حتى يفعله. رقم 2: لا تنفع الأموال عند خزائنها إلا بإنفاقها، يبقى البيت الدل على ذلك: إنما العلم كمثل المال لا تنفع الأموال حتى تبذل. رقم 3: العلم كالمال يزيد ويتضاعف بالعمل، نكتب البيت الدال: وأخو العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل. رقم 4: من تعلم دون أن يعمل فهو أقل شأنا من الكتب التي تعلم منها، البيت الدال على هذا: وإذا لم يكن إلا علمه كانت الأوراق منه أفضل. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. نشاط هاء، اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة. اكتناز المال آفة البخلاء، معنى آفة داء. رحب رب البيت بالضيوف، معنى رب، هنختار صاحب. يبذل الكريم ماله لكل محتاج، معنى يبذل، هنختار يعطي. يفلح الإنسان في تحقيق أهدافه بالعلم والعمل، معنى يفلح، هنختار ينجح. يعيش الجاهل في شقاء، معنى كلمة شقاء تعب. خاب من استسلم للعقبات، معنى خاب خسر. النشاط رقم واو، أكمل بكلمة مناسبة: أفلحت، خاب، شقاء، بذل، الآفات. قديما عاش الفلاحون في نقط، هنكتب في شقاء بسبب دودة القطن التي كانت تقضي على هذا المحصول المهم،
ولقد نقط العلماء هنكتب ولقد بذل العلماء الكثير من الجهد حتى نقط محاولاتهم، هنكتب حتى أفلحت محاولاتهم في القضاء على معظم، هنكتب الآفات الزراعية، فصدق القائل لا نقط، نكتب لا خاب من اتخذ العلم سبيلا وعمل به. نشاط زي صل بحسب معنى كلمة رب في الجمل الآتية: يكافح رب الأسرة من أجل أبنائه. معنى الجملة، معنى كلمة رب هنا الأب. نحمد رب العالمين على نعمه الكثيرة. معنى كلمة رب العالمين الله عز وجل. رب السيف والقلم هو لقب الشاعر البارودي. رب هنا بمعنى صاحب. نشاط رقم حاء: أكمل الجمل الآتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين. 1. ممارسة الرياضة في الصغر نقط صاحبها في الكبر. معنى تفيد هناخد تنفع صاحبها في الكبر. قام الطبيب بإجراء فحص شامل، عشان هو عاوز مضاد جزئي نكتب شامل للمريض. رقم 3. يحفظ أبي نقط، عايز جمع الورق هنكتب الأوراق المهمة في مكتبه. رقم 4. نقط بأمور التجارة لن يحسن استثمار أمواله، عاوز مفرد الجهلاء هنكتب الجاهل بأمور التجارة لن يحسن استثمار أمواله. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا